ابو قران ما استهزئ، ابو قران رجال معوض. يعني قدام الناس انا مصطفى البصراوي. تعرفنا انا منو؟ منو؟ واحد مجدي. سيارات هذيك السيارات. دقت فلوت. الوقت للاسف بقى غير مناسب، اللي فات اتدفن وما حضرتش المراسم، اسف اسمي بقى مازن لازم امشي. انا مبطل احكي على احد بشكل شخصي من سنين، لين ادري بكلامي جارح واللي يحكي عليه يقوم يتبشبش وقوه يجيبها من هنا ويوديها من هنا. واخر واحد مونتير كلاوتشي ضحكت الوادم عليه، راح صح اخوه كبير واجى، ومن يصير له هسه اضحك عليهم اثنيناتهم. بس هذول الاثنين خالد ورافد الوحيدين اللي نرفزوني درجه رجعوني احكي على الوادم، وتخيل قوه حامض ظلت مفرط اللي عندهم. شاجور الالعاب تيك توكريه اثنين يبثون محتوى ريحته تنشاف يكرم الله، ريحته اللزم مو بس تنشاف. شاجور الالعاب بدايتهم كانت بمحتوى يمرغلون روحهم بالطين ويحجون عبارات معينه ومسوين روحهم مضحك لامه محمد جمعاء. هاك شوف هذا لا فراسه بقندره مكرم السام. ومن صارت سالفه المحتوى الهابط بعد القانون ما صدروا راحوا اعتقلوهم، لان حتى هم يدرون بروحهم دا يمضرطون قدام امه محمد كلي. اعتقلوهم وشمروهم بالسجن. طلع ابوهم مدري عمهم يناشد وزير الداخليه، رئيس الوزراء، اسعد العيداني، باقي بس يناشد ابو تراب السماوي اللي طيده للعراق وريته ما منطي. جيد ببيجي انا حتى تعيشون انتم. ساعه يدخن بيها، ساعه يحك بيها، وساعه ينطيها للعراق ويعيرنا. اكيد ببيجي وانت حتى تعيشون انتم. ورا المناشدات وورا ما خلصت فتره الحكم طلعوا شاجور الالعاب، ومعروف اللي يطلع من السجن واحده من الاثنين، لو راح يطب له باكر، لو راح يصير تاجر مخدرات، تاجر سلاح، تاجر نعل، المهم تاجر، حتى لو تاجر قرون. واذا صار تاجر قرون تشد لنا واحد لاخونا هنا واختنا هنا وواحد هنا وفد اربعه هنا. بس هم طلعوا مرتبين اول يوم، بس ثاني يوم قعدوا يوزعون ثوابهم محرم بس للجهال، يوم كيك يوم نساتل، والجهال متونسين براسهم يا اخي روح وزع الشارع شيء بس حتى لو. المهم انه توزع ثواب افضل بكثير من انه تمرغ روحك بطين، مو صح؟ شافوا ثواب ومحرم ما يوكل خبز، فقرروا يبدون سلسله تحديات على بثوث التيك توك، ومنهم قرروا هذا القرار. هسه انا 6 كاسل يوميا كاسل صدق كذب. بس امانه الله يعني ابو على تحدياتهم واخذ لي دقلات بقع ميت من الضحك. ابو شلون صابغ اخوه؟ اوقف خليني اخذ لك تقله. لك عاش ديدك والله عاش. خرب اشد لكم انترنت، اي والله خير بي نعلى عليه. التحديات اللي سووها صدق غريبه، درجه اصفن واقول سبحان الله شوف الله ايش خلق. ما طول لكم السالفه، حضرتهم من كل مكان، من التيك توك، من الانستا، من الفيس، حتى بالياهو بلكتهم الله وكيل. بس سويت حساب تيك توك جديد وما ادري شلون فاتتني، ما بلكتهم، نسيت، طارت من بالي. هو طلع لي الفيديو مالتهم وانا هفيت التليفون بقاع. لا نسيت ابلكم، خرب وزاره الاتصال. بس اللي شفته ما كان بس تلوث، لا كان تلوث لدرجه التلوث اذا شاف هذا التلوث يقول ايه عش هالتلوث، اقعد انغثب وحدي؟ لا حبيبي تعال وين رايح؟ انزل لك انا ما اقدر انزل، انا والله رجلي توجعني وداعت امي. ابو قران ما استهزئ، ابو قران رجال معوض. اقول لك انا ممثل مصطفى البصراوي والله. لا بسولك على والعباس انزل لك بالتوثيه، والعباس تعال انا بالتوثيه اجي تعال، والقران بالتوثيه والحسين. الشباب عندهم الحلفان اسهل من الجزاء الضيع عن بابي. نعل على والديك مبابي، نعل على والديك. والعباس قمت ما نام الليل، نعل على والديك. كل شويه وقالوا داعت امي لي غادوا صح وضلع الزهره، شوي وصح والعباس ابو راس يا اخي صدق كذب. اذا ما تحترم الجمهور وتحلف كذب هالقد وبشكل مبالغ به، حاول تحترم اللي دا تقسم بهم، او خلي القسمانك معنى او قيمه، ما تسوى تحلف على كل شيء يا حبيبي. زعطوط انت؟ ايه زعطوط عليك. اقول لك بس اسمعني اخوي رحمه والديك، ابو سيدك اخوي بس اسمعني. الشباب كرامتهم ممسوحه اكثر من كرامه اختهم بسنتر الجامعه يوميه. كلمه الاسف عندهم يقولوها 70 مره باليوم، اذا مو 70 يصير باضرار لا ارادي، يقوم يقول على روحه يرافس مكانه. بس اسكت خازيات، خلي زياد يدفع حلم داعت امك. خلي لك بس اسمعني مصطفى انت صاحبنا. مصطفى ساعدني بروح ابوك يموت اذا ما ينذل بكل بث، حرفيا بكل بث إله لازم يبين حاجته الماديه، لازم يقول انا ما عندي فلوس والله ما عندي، وهم بثوثهم ما تقن ال10 مليون لايك. ها صدق مو الغوي الحوالات. والله العظيم انا والله كلش والله. اخواني انا عمليتي قربت، الله يخليكم حتى ما مزين ولا مسوي شيء والله العظيم. يا عراقيين، يا اهل الفزعه، يا اهل الكرم، اول مره انا اطلع بهيك فيديو.
وهنا بيث الدليفري تعارك وياهم ويجي يصعد لهم للسطح. طلبوا ب 350,000 وساعه يتوسلون، والقران انا معوق والله ما عندي، الله عليك والله ما عندي. ويقول له عوف الباكر، لا والله خرب عرضك، اوقف خل اخذ لك دقلي، لك ايش قد ايش قد لك بابا تقعد ما غثيث، لو اثنين منك بعد كان بشار الاسد ما قلب على سوريا، كان حاربيكم. هذا اصعب تحدي والقران وداحت امي من سيارات، هذيك السيارات دقت فلت. واللقطه اللي سويت الحلقه كلها على مودها، مصيبه مو بس تحدي، مصيبه مو بس كارثه، اجاهم تحدي انه يروحون يحرقون ركسونا بنص الشارع الساعه 2 بالليل. خوش حكي. حرقها هنا الاخ، حطها بكرتونه وجابها جوا النخله بالجزره الوسطيه، وساعه منتظرها تطير. تحترق النخل، لا تسقط رجع. وكونهم دا ينتظرون، هذا يبين لك انهم عارفين شنو راح يصير من حرق الركسونه، مو جاهل ودا يلعب، وملتمين عليهم جهال المنطقه كلها. وورا كم دقيقه سياره دا تمشي بكل سرعتها، فجاه انفجرت العلبه بصفها. وانا هسه كل شيء ما اريد من يمك، بس اريدك تخلي نفسك بمكان الولد ابو السياره، شنو كان سويت لو انفجرت بصفك؟ انا شخصيا لو كنت السائق كان مشيت اسرع واقبط لك السكليتر وادوس لها وافر الستيرن واطب بشاجر. تخيل لو سايق هنا كان ما منتبه لكم، او مثلا كان كبير بالعمر كان هفته سكته قلبيه وطب الله قبل، كان ما تنقلب سوى له حادث. والله على مو شنو، على مود تحديكم القامز. عندك ايش تحدي ليش ما تسويه ببيتك؟ تصبغ روحك اصبغ روحك، ذل روحك ذلها، شو اللي علاقه؟ مسوي قدوشك مال مسبه ورزايل طبك مرض، ما لي علاقه. بس من توصل السالفه الى اذيتك للعالم يكون الموضوع ارهاب مو بس تعدي واذيه للاخرين. ورا ما سوى اللي سواه كله طلع بفيديو وراها ويقول نعتذر وزاره الداخليه والامن الوطني وما لنا علاقه، قوب يوميه هي ادري رب الحلو الساعه. كل ما يضوج ينزل فيديو اعتذار لوزاره الداخليه، صبغ روحه نزل اعتذار، زين حاجبه نزل اعتذار، عثر بالحجاره نزل اعتذار، سباب التعليقات نزل اعتذار. تلقى بعد ما مسوي التحدي مصور فيديو الاعتذار حتى ينزله، باكر يسخط الموصل وينزل اعتذار. ادري اذا هيك خايف ليش ما تحترم روحك وتقعد؟ تحسه اصلا دا يستهزئ بوزاره الداخليه وبالامن الوطني وغيرها من الجهات اللي هو دا يذكرها، لان يوميه داخل الوادم وتعال ها والله انا اعتذر. صدق تحكي؟ خلينا نسمع بالله، خلينا نسمع اعتذاره شو يقول بي. حطينا عطر هاي الركسونه وسويناه بعيد عن الناس، اكو هواي مشاهير وهواي صناع محتوى قاعد جاي يزعجون الناس. طبعا ماكو اي ناس هنا من سوينا التحدي، ماكو اي واحد سمعه، واحنا نحترم اراء الناس ونعرف الصح من الغلط. فوزاره الداخليه والامن الوطني منبهين على التحديات اللي نسويها واحنا نحترم ارائهم. انا بس اريد افتهم شغله، انت شلون ما مذي احد؟ انت جيت تقلبه للولد، ترى كان راكب سياره ما راكب حجله وفجرتها بصف. شو متخيل مثلا؟ الله شنو هاي العاب ناريه، خلي اوقف اخذ بصفها سيلفي، كان فر الاستيرن وطبيكم. هاي بغض النظر عن انك علمت المزعطه على الشغله اللي سويتها، بحيث انا متاكد فد 2 أو 3 منهم رجعوا وحاولوا يسوون اللي انت سويته. وهذا طبعا بغض النظر عن النايمين اللي قعدوا وسبوك ورجعوا ناموا. يقول ما مأذي احد، هو غير الانفجار اللي سويته وصل لصابرين نيوز قالوا هو اسرائيل طبت البغداد. صدق تحكي انت؟ والمشكله بصراحه باللي يدعموهم، مصطفى البصراوي، زيد المحمدي، فرانكو وغيرها من الاسماء اللي كانوا يذكرون اسمائهم كلش هواي بثوثهم. انت اذا تريد توقف شاجور الالعاب وقف اللي يدعمهم، وقف هاي الناس اللي جاي تدعمهم وتعطيهم فلوس على التحديات القنادر هاي اللي جاي يسووها مكرم السامع. وللاسف هاي الشباب قامت تسوي كل شيء بس حتى تحصل لها كم فلس. راح احاول انه نسولف في الموضوع على الانستا والتيك توك، فتابعوني هناك. اعذروني عندي تراكم حلقات، عندي 20 حلقه لازم انزلها بس اليوم، فتخيل. وهسه شني؟ كافي لك؟ سدي